انا انت لو قدامي والله لاعالجك بالوليد واجلد فيك لا تعرف الله حي. ابو مشاغي انت لو اني امامي بتعرف شو بعمل فيك؟ بعلقك من بدايتك، بحطك بالسقف هيك. والله بيضاتي اكبر من وجهك يا رجل، شو تعلق منهم؟ يا خرا شنو هذا؟ خصاوي اكبر منك اصلا. ممكن نشوف، يفتح كاميرا نشوف. يا اخي اتركنا من الكاميرا، انا رجال ما اعرف بهالامور هاي، بس انا بكلمك يا ابن الحلال، اتركوا الفلسطينيين بحالهم، اتركوا خلق الله. بدي منكم طلب انتم العرب، يا ريت تاخذوا الفلسطينيه شويه سعوديه، شويه على العراق، شويه اردن، يرجعوا على بلادهم ويحرروها ويوقفوا ويرجعوا تاريخهم وما يعني فلسطين ما يطلع من ارضه. ولو لا اسمع هذه الاستفزازيه احنا ما تمشي معانا. الفلسطيني اذا ما رجع اليوم يرجع بعد ما ننسى قضيه فلسطين وترجع فلسطين لاهلها. انتم راح تنكبون مثل ما الله من 1000 سنه ضيعكم في صحراء سيناء، كل عمركم مشتتين ما لكم ديره. بس ليش هالكره لاسرائيل؟ ليش تكرهونا كثير اخوي؟ والله حيام ليش انت تعرف ليش بنكرهك؟ تعرف ليش؟ تسمح لي ارد عليك؟ ممكن اجري في حديثك، تفضل. اجري بوجهك، خلينا نتكلم زي البشر. انا بهينا بغلط عليه ويضحك. انا بقول لك اجري في حديثك، يعني اكمل كلامك. انت بتغلط علي، ليش بتقول لي في وجهك؟ عيب. هذا مو كلام محترم يطلع يقول لي اجري بحديثك، عيب. اول شيء انت تسمح لي ارد عليك ليش احنا بنكرهكم؟ لا تقول لي اخوي ابن الحلال، انت مو اخوي. اخوي ابو مشاغي، تفضل اجري في حديثك، تفضل. اسمع يا تيس، حنا ابنك انا. هذا مبسوط بس اقول له تيس. والله انك تيس، التيس احسن من عندك على القليل. التيس بنستفاد منه شيء، انت تيس انت ما يستفاد منك شيء، بس اكل التبن. اسمع شوي احترام، انت بلا احترام بلا ضمير، والله عيب عليك. ما تقول لي اجري بحديثك يعني هذا احترام يعني مثلا؟ اجري في حديثك يعني اكمل كلامك، بس انتم اللي اخذوها اجري يعني هاي. لا ما هيك قصدي انا، لا اجري يعني اكمل.